بدأت أسمع المواقف والنماذج دي وأبص على نفسي كده وعلى شكل عبادتي وأفكر أنا بصبر على عبادتي قد إيه، أو أقدر أستحمل الطاعة قد إيه. أنا أفتح القرآن وأبدأ أقرأ شوية أصدع، معرفش ده بيقول لهم أصلي ركعتين خفاف سرعة كده، أحس إن أنا يعني كده كفاية. عملت شغل. والله. في رمضان انا بعمل ايه عشان اصلي التراويح؟ انا لازم المسجد يبقى مكيف. طبعا احنا دلوقتي الجو حلو يعني، بس كان في الصيف يبقى المسجد يبقى مكيف، والامام لازم يكون صوته جميل جدا، ولازم يكون بيأثر جدا، ولازم ويكون واخد معاه بقى الزمزمية بقى والسندوتشات يعني. العبادة دايما كانت مرفهة قوي. مفيش صبر على مفيش مجهود او تعب بتعبه في الطاعة خالص. فلما سمعت النماذج والقصص اللي هي في قيام الليل للصحابة والتابعين وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من قبلهم يعني، بقيت اقول هو انا فين المشقة اللي في الطاعة بتاعتي؟ لما انا كل حاجة عايزها تبقى عشان اعمل اي طاعة لازم اهيئ جميع الاجواء. عشان اسمع درس لازم يكون الشيخ كلامه ممتع جدا وقصصي للغاية واسلوبه خارق في الوصف والتعبير، واقعد استمتع. حتى الطاعة بقيت بعملها للمتعة، ان انا مستمتع، مفيش صبر على الطاعة خالص.